رئيس أحمد حامد استماعه لشكاوى المواطنين خلال لقائه الأسبوعي 41 اليوم بالجماهير، حيث أكد أنه لا يتوانى عن الاستجابة لمطالب المواطنين والتخفيف عن معاناتهم وفقا لإمكانيات المحافظة. وقد تمثلت طلبات المواطنين اليوم في الحصول على فرصة عمل ومساعدات مالية وأجهزة تعويضية لحالات العجز. في الموعد المعتاد من كل أسبوع عقد السيد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اللقاء الجماهيري لخدمة المواطنين الذي تنوعت فيه المشكلات بين طلب لمساعدات مالية أو علاجية أو إتاحة فرص عمل أو مشكلات ذات صلة مع بعض الأحياء أو المديريات، والتي تعتبر مديرية التربية والتعليم القاسم الأكبر لهذه الموضوعات. المشكلة ان انا عندي 6 اولاد وما عنديش وظيفة ثابتة، وطبعا شغال ارزاقي شغل متقطع، فجيت لسيادة المحافظ عشان اشوف وظيفة. فلقيته عنده استعداد للعمل، وطبعا هو راجل بيعول 6 ولاد وعايز شغل. فالحمد لله احنا كان في مصنع جبس متواصل معانا وعايز عمالة على الفور. احنا قلنا له خلاص ان احنا هنوجد له فرصة عمل، وكان ميزته ان هو يعني راضي بأي عمل طالما عمل شريف، وقلنا له حتى المرتب بتاعه 2500 جنيه، فرح جدا. واحنا عملنا له اتصال مباشر، وان شاء الله يعمل في هذا المصنع باذن الله. المشكله ان انا عندي قطعه ارض مطلع عليها تراخيص برج، في مشاكل في قيد الارتفاعات. انا بني جزء كبير من الارض وباقي جزء تاني. لما جيت اكمل الجزء التاني اشتغلت وبعدين وقفوني، قالوا لي لا لازم تعمل استئناف للاعمال وكده. عملت الاستئناف وكده، مش الحي مش عايز يديني قرار ان انا استأنف الاعمال يعني. فالارض مفحوره ومعمول اساسها، بس بتجيب ميه لان حواليها جراشات وكده، فبتجيب ميه على الارض. الميه بتضر السكان لان الميه والناموس الناس اللي ساكنه بقى في البرج اللي جنبي فالناس بيشتكوا. كلمت السيد رئيس الحي ان هو يهتم ويوجه السكان بان هم يراعوا الجيره، ويبقى في علاقه طيبه بين السكان وبعضها، بحيث ان الموضوع ما يتكررش مره تانية. معهاش جوزي 800 جنيه، وانا مرتبي ادوبك بساعد. فحلمت وجيت للسيد المحافظ الله يصلحه ويكرمه يا رب العالمين، ويرضى عنا يا رب ان هو يحولني من التعليم الثانوي العام للتعليم الفني. انا طبعا قلت لها هو بالعكس، احنا عندنا ناس حاصله على مجموع عالي جدا وبيرغبوا في التعليم الفني، بل بالعكس بقى هو كل توجه الدوله التعليم الفني. يعني ما تعملوش الموضوع ان هو ازمه، لكن طالما نسبه الحضور ما وصلتش، ما عدتش ال 25% من بدايه العام الدراسي، انا وافقت ان هي تنقل لمدرسه ثانوي صناعي، وعندها بعض المشاكل الاخرى مرضيه. فيعني الموضوع يمكن كان 3 حاجات ان احنا وجهناها للتعليم عشان ننقل بنتها للتعليم الفني. بردك القوى العامله لانها عندها ابنها 5%، فقلنا لا نشوف له وظيفه باذن الله. بردك يعني الصحه لان بنتها عندها يمكن مرض جلدي، بحيث ان احنا نعرضها على الاستشاري. انا مشكلتي في مدرسة عبد الله النديم. ابني من اول يوم في الدراسة دخل المدرسة، استلم الكتب، وبعد 40 يوم من الدراسة قالوا له انت راسب في سنة رابعة وتنزل يلا الفصل، تنزل من الفصل. ان كان عندنا طالب في مدرسة، وهو كان من ساعة المدرسة بدأت التحق بالفصل الخامس في سنة 5، وبعدين فوجئ ان هو بعد شهر من الدراسة بيقولوا لا انت في سنة رابعة. طبعا احنا درسنا الموضوع مع التعليم وشفنا ايه الموقف، ان هو كان مسافر وكان ليه موقف معين في اعمال السنة. لكن انا يعني ما عجبنيش الاسلوب اللي هو ادار بيه الموضوع، ان طالب صغير في سنة 5 عنده 10 سنين ان هو يتاخد من مستوى او من مرحلة لمرحلة اخرى وبهذا الشكل. فانا يعني درسنا الموضوع بسرعة وقلنا ان شاء الله بكرة يخش فصله ومعزز مكرم، بحيث ان احنا لازم نراعي الحته النفسيه مع اولادنا الصغيرين. لان لما يجي اداره المدرسه تاخد اجراء يكون ما يتحملوش الطفل، لازم يستدعى ولي امره واللي يتبلغ بالاجراءات اللي يكون فيها قرار
ولي الأمر وليس الطالب الصغير يعني. لا شك أن مراعاة الجانب النفسي للمواطن مفتاح لحل كثير من المشكلات التي يعاني منها هذا المواطن، والتطرق إلى مشكلات أخرى قد تمر مرور الكرام، ولكن مع العرض الواضح والصريح والدخول إلى عمق المشكلة والاستعداد لتقبل أي من الحلول يساعد المسؤول على تقديم أقصى دعم والوصول بالمواطن إلى حالة الرضا. من محافظة السويس كان معكم ناهد علي، تلفزيون القناة.